أكبر ولله الحمد. عباد الله، لقد أظهر نبينا صلى الله عليه وسلم الفرح بالعيد، فلبس أحسن ثيابه عليه الصلاة والسلام، وأذن للمسلمين بأن يفرحوا. فحق لنا عباد الله أن نفرح بعيدنا، فعيدنا كريم فاقدروه حق قدره. اعفوا واصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أجل، استقبلوا عيدكم بصفاء القلوب ونقائها من الشحناء والبغضاء، واتركوا ما مضى. كفى، اتركوا الخصام، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فرحم الله عبدا يصل رحمه وإن قطعوه، ويتعهدهم بالزيارة وإن جفوه. فهنيئا لمن أعان على الصلة بقبول العذر والصفح عن الزلات والتغاضي عن الهفوات. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وأنتم أيها الأبناء الكرام، أيها الشباب الأعزاء، أخاطبكم بكل قلبي فأقول لكم: اتقوا الله في والديكم، اتقوا الله في والديكم، واقدروا لهذه النعمة قدرها، واغتنموا خيرهما وبرهما، ورددوا دائما: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. كذلك عباد الله، لا تنسوا حافظوا على صيام 6 من شوال، فقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. ثم استقيموا على العمل الصالح بعد رمضان، واثبتوا على الطاعة، وانطلقوا بعيدكم مبتهجين مستبشرين. نعم، وما لقيتم من أهل وأصحاب وجيران فالقوهم بالبشر والترحاب، واحذروا وإياكم عباد الله من الاختلاط ومصافحة النساء. فهنيئا لمن ترك الذنوب والمعاصي، هنيئا لموسر يزرع البهجة في هذا العيد، هنيئا لمحسن يعطف على مسكين، هنيئا لصحيح يعود مريضا، هنيئا لقريب يزور قريبا. فالعيد مناسبة كريمة لتصافي القلوب ومصالحة النفوس وإزالة الشحناء والبغضاء وإدخال السرور. فوالله الذي لا إله غيره لا يسعد بالعيد من عق والديه، والله الذي لا إله غيره لا يسعد بالعيد من يحسد الناس ويقطع التواصل والصلة بين أقاربه. العيد لمن اتقى مظالم العباد، العيد لمن خاف يوم التناد. العيد فرحة ومسامحة، وإذا أحب أحدكم أن يسامحه الناس فليسامحهم. نحن في عيدنا نقول ونعلن، نقول لا للأحزان، نطمس الأحزان وننسى الأتراح. إذا كان لنا في رمضان قنوت ودعاء، فلنا في العيد سرور وهناء. وأحب الأعمال إلى الله، أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم.